بما ان معظمنا هنا في المانيا او في الدول الاوروبيه عموما مستاجر، يعني مش صاحب ملك في شقه، ما عندوش شقه او بيت مكتوبين باسمه، بيبقى قاعد في مكان ما ايجار، سواء كانت شقه او بيت. هنا في المانيا في بعض القواعد والقوانين والنظام اللي انت لازم تكون عارفه قبل ما تأجر شقه، وحتى لما تأجر شقه وحبيت تنقل من المكان ده تروح مكان تاني، ايه اللي انت لازم المفروض تعمله علشان تسلم الشقه دي لصاحب الشقه زي ما كانت. وزي ما كلكم عارفين اي حد بيأجر شقة هنا لازم بيدفع حاجة اسمها التأمين. التأمين ده بيبقى عبارة عن مبلغ بيدفع في الاول خالص وانت بتأجر الشقة من اول الكلام خالص كتأمين، بيكون قيمة شهر او شهرين او 3 على حسب اتفاقك مع صاحب البيت. المبلغ ده انت بتقدر تاخده تاني لما بتيجي تسلم الشقة لصاحبها، ولكن لازم تسلم الشقة لصاحبها زي ما انت ما استلمتها بالظبط، واما هيضطر يخصم من مبلغ التأمين اللي انت كنت دافعه في الاول. وهو ده موضوع الفيديو بتاعنا النهارده بالظبط. اللي متابعني من زمان شاف الفيديوهات لما انا كنت لسه واخد الشقه اللي انا فيها حاليا دي، وكنت لسه بظبط فيها الديكورات وكنت لسه ببيض فيها وبجهز فيها. لكن انا قعدت في الشقه دي لمده سنه، وبعد كده قررت ان انا اغير مكاني واخد شقه تانية في مدينه تانية وفي مكان تاني خالص. فلازم عليا دلوقتي ان انا ارجع الشقه دي زي ما كانت لصاحبها، من غير اي الوان، من غير اي اضافات، من غير اي فتحات في الحيطه، من غير اي مشكله. واي مشكله موجوده في الشقه حصلت بسببي هي على مسؤوليتي اللي انا ارجعها زي ما كان. فالنهارده باذن الله في الفيديو ده احنا هنخلص الشقه دي واوريكم الخطوات اللي انا عديت بيها عملي في الفيديو علشان ارجع الشقه زي ما كانت، بعد ما عملت فيها ديكورات وحاجات كتير جدا ولونت كذا حيطه، وطبعا عملت فتحات كتيره في الحيطه علشان انا كنت معلق رفوف وحاجات كتير. يلا بينا نبدا الجزء العملي من الفيديو ونخش في التجهيز على طول. في الاول خالص تعالوا اخدكم جوله في الشقه واوريكم اللي احنا هنشتغل فيه ان شاء الله هيكون عباره عن ايه. الشقه لما انت بتيجي بتستلمها زي الشكل اللي انت شايفه ورايا دلوقتي ده. كل حاجه بتبقى على اللون الابيض، ولو انت عملت اي لون او اي نوع من انواع الدهانات فانت مجبر ترجعه تاني اللون الابيض اللي ورايا ده. على سبيل المثال مثلا الحيطه اللي ورايا دي في فتحات في الحيطه دي انا عملتها لما كنت بركب التلفزيون، ده غير لون الحيطه نفسه. دي كانت الاوضه الجيمنج بتاعتي والاوضه اللي انا بعمل لكم منها فيديوهات، وكمان كنت بعمل شغل هنا. ودي تعتبر اكتر اوضه هتتعبني في الشغل بتاعها لاني عامل فيها حاجات كتير جدا. زي ما انتم مثلا شايفين ورايا لون الحيطه ده غير لون السقف، غير الحيطه اللي وراه خالص المقلمه، غير الحيطه السوداء دي. كل ده انا لازم اشيله، ده غير حاجات تانية كتير في البيت. فيلا بينا نغير الهدوم دي ونلبس لبس الشغل ونقول بسم الله. ودي العده اللي انا هشتغل بيها. ده اول حاجه اللون الابيض زي ده بالظبط كده، ده عبارة عن لون فقط لا غير. ودي البنسة اللي انا هحاول اطلع بيها الفشر بتاع الشنيور اللي هو موجود في الفتحات اللي في الحيطة دي. وده المفروض اللي انا هسد بيه الاخرام اسمه هو، علشان لو اي حد عايز يجيبه من اي ماركت هنا في المانيا. ده انا جايب منه نوعين، النوع الصغير ده، وجبت برضو معاه العلبة دي احتياطي يمكن الصغير ده ما يكفيش، وبرضو نفس الاستخدام ونفس كل حاجة. جبت برضو السكينة دي علشان استخدمها، وهي دي العدة اللي انا هستخدمها علشان اخلص المهمة دي كلها باذن الله، واخلي الحيطة دي بالفتحات اللي فيها ولونها ده ان شاء الله يبقى زي الحيطة دي من غير اي حاجة. اول حاجة هبدأ بيها ان انا اشيل البلاستيك اللي موجود جوه الفتحات ده. هو ده البلاستيك اللي انا قصدي عليه اللي لازم يطلع من الفتحات. ما ينفعش تسد الفتحات دي بالمادة بتاعتها من غير ما تطلع الحاجات دي من الحيطة. كده الفتحات بقت موجودة هي من غير البلاستيك. هي اي نعم شكلها وحش، بس ده بسبب ان الحيطة هنا ضعيفة، لما بتيجي تطلع حاجة بتطلع بالحاجات اللي حواليه. لو في قطعة بلاستيكية زي دي مثلا كده داخلة جوه الحيطة قوي ومفيش اي مجال انك تسحبها، اعمل الحركة اللي انا بقولك عليها دي. هتجيب مسمار ومفك وتبدأ تدخل المسمار كده وتكون ساهل يطلع معاك بالشكل ده. كده الفتحات معانا بقت جاهزة اهي، طلعنا منها كل البلاستيك. هكرر بقى العملية دي في كل الأماكن اللي في الحيطة اللي فيها نفس الموضوع ده. ممكن يكون لسه شكلها وحش ومعفرط شوية، بس المفروض ان هي لسه هتنشف، ولسه لما تنشف هنمشي عليها بالصنفرة علشان نسويها ونشيل اي زيادات. هكرر العملية دي في باقي الفتحات.
وده الشكل بعد ما انتهيت اللي انا سند كل النخرة. كل الفتحات الحمد لله اتسدت زي ما انتم شايفين. اسيبهم شويه ينشفوا وبعد كده ابدا اخش عليهم اصنفرهم علشان اساوي كل الكلام ده بسوى الحين. بعد ما خلاص سيبنا المعجون ينشف دلوقتي هبدا اصنفره. كده يبقى انا الحمد لله خلاص سديت الفتحات اللي في الحيطه كلها، وان شاء الله كل الكلام اللي معمول في الحيطه ده مش هيبان بعد ما تخلص بياض. دلوقتي فاضل اللي انا اشيل الجزء اللي تحت ده علشان لما اجي ادهن مفيش حاجه تنزل على الجزء ده تبوظه. ده محتاج انك هتيجي هنا ومن هنا نفس الكلام. هغير مكانهم من هنا خالص احطهم في مكان تاني. وبعد كام ساعة من الشغل تعالوا دلوقتي اوريكم النتيجة قبل النهائية. خلصت 3/4 السقف، فاضل بس الفينش الاخير هنا وهنا والجزء ده. هنا خدت وش اولاني، فاضل وش تاني، وهنا فاضل له وش تاني، وفاضل برضه الجزء ده من الحيط لسه ما خلص. هخش دلوقتي ابدأ في الأوضة التانية ان شاء الله. كده الحمد لله خلاص مفيش اي اثر لاي فتحات كانت موجودة في الحيطة. لو ركزنا مش هنلاقي اي اثر لاي حاجة كانت. الشقة رجعت جديدة زي ما كانت. تعالوا اوريكم الاوضة التانية. بسم الله. لسه هشيل الحاجات دي، لسه فك اللمبة دي. دي الحيطة اللي كانت سودا وكان فيها فتحات هنا. الفتحات الحمد لله اتسدت والحيطة كلها اندهنت والأوضة كلها بقت لون واحد. بعد ما خلصت الدهان وسدنا الفتحات وكل حاجة كانت موجودة في البيت، فاضل شوية حاجات كمان. من الحاجات دي ان انا لازم اتخلص من اي زبالة او اي مهملات موجودة في البيت. لازم اسلم البيت كله يبقى بنفس الشكل ده، مفيهوش الهواء زي ما انا ما استلمته بالظبط. فانا عمال اجمع الحاجة هي كلها، اي حاجة عمال اقابلها عمال اجمع فيها. والمطبخ اهو الحمد لله خلصته ظبطته، فاضل بس كام حاجه كده سريعه اخلصهم كمان ويبقى انا برضو خلصت من المطبخ. كل الحاجات دي لازم تترمي. وهنا هيقابلني مشكله ان الباسكت اللي موجود تحت او سله الزباله اللي موجوده تحت البيت مش هتستوعب ومش هتاخد الكميه دي كلها لان الكميه عندي كبيره جدا. تعالوا اوريكم حجم الصندوق اللي تحت عامل ازاي. شايفين طبعا الكميه قد ايه، موضوع كبير.
زي ما انتم شايفين باسكت الزباله اللي تحت ده مش هيكفي، خصوصا اللي انت ما ينفعش ترمي كل حاجه مع بعضها. فالحاجات دي هضطر ان انا اجمعها كلها احطها في العربيه، وبعد كده اروح مكان مخصص ادفع فلوس وارمي الحاجات دي هناك. وبما ان الفيديو مدته وصلت ل10 دقايق، فانا هعمل لكم جزء تاني هوريكم فيه كل التفاصيل اللي هخلص فيها العزال ان شاء الله. اشوفكم في الجزء التاني ان شاء الله. ولو ليك اي فكره او اي استفسار يا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات. السلام عليكم.